احتضن المركز الثقافي في مدينة كركوك معرضا فنيا بمشاركة واسعة من الشباب وبهدف دعم المواهب الشابة وتشجيعها على الإبداع. وأقيم المعرض برعاية ودعم رضا فائق مسؤول قسم الرياضة في مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني. وضم المعرض الذي نظمه فريق شموع كركوك التطوعي بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية أكثر من 70 لوحة فنية عكست إبداعات المشاركين وتنوع أساليبهم الفنية. وفي ختام المعرض جرى توزيع شهادات على المشاركين تقديرا لمساهماتهم وإبداعاتهم وسط تأكيدات على أهمية مواصلة إقامة مثل هذه الأنشطة التي تسهم في احتضان الطاقات الشابة. طبعا مشاركة أنا بهاي اللوحة، أنا من فكرتي اسمها بين القيد والتحرر. تمثل هواي بنات من المجتمع الشرقي اللي عندنا، يعني عندها صوت وعندها القوة وكل شيء عندها، بس المجتمع فرض عليها، يعني من أول ما انولدت هي راح يقول لها لا تسوين هذا، ما تصير هذا. فهي هاي البنية تمثل البنات يعني المجتمع الشرقي مالتنا. أنا جربت تقريبا كل الأنواع، مناظر طبيعية وكارتون وأنيميشن، لكن أكثر نوع رسم حبيته اللي هو الرسم الواقعي، لأنه أكو تفاصيل الواحد ما يقدر يرسمها بالأنيميشن أو بأي شيء ثاني بالمناظر الطبيعية، مثلا المسامات والتجاعيد والحجم الأنف وحجم العيون والحواجب وكل شعراية بالضبط مكانها وين يصير. هاي الأشياء أكو ناس يشوفوها عيوب، بس أنا أحب أخليها مميزات برسمي. سوينا هذا المعرض الجميل وبرعاية ماما رضا الذي ساعدنا جدا في هذا الموضوع. نحن كجروب فريق شموع كركوك التطوعي مع مشاركة مع عدة فرق تطوعية أخرى مثل رعاية الأسرة وبصمة خير وباخشة، نشكرهم لأنهم كانوا معنا. الحمد لله والشكر قدمنا معرض جميل يليق بمحافظة كركوك، وهذا أول معرض ومو آخر معرض. انتظرونا بشغلات أقوى، وإن شاء الله بعد انتهاء المراسيم قدم لهم الشهادات التي تكون قليلة في حقهم، لأنهم أصحاب لمسات إبداعية يستاهلون كل الشغلات الزينة. أول سنة بكم.